بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وعودة دوران عجلة دوري نجوم العراق لموسم 2024-2025 ومباراة الافتتاح للجولة الثامنة لدوري نجوم العراق، ومن ملعب الكوت الملعب الافتراضي للفريق. هذا اللقاء النفط اللي يأتي بالمركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما الكرخ يأتي بالمركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط. لذلك طموحات الفريقين تحقيق الانتصار والفوز في هذا اللقاء والارتقاء في سلم الترتيب لجدول دوري نجوم العراق. إذن الدولي واثق محمد هو اللي يدير هذا اللقاء. يطلق الصافر إعلان عن بداية لقاء النفط والكرخ على أديم ملعب الكوت الأولمبي. النفط اللي يلعب من اليمين من اليسار لليمين بألوانه البيضاء الموشحة بالأخضر، وفريق نادي الكرخ يلعب بالألوان السوداء الموشحة بالأصفر. فريقين في مباراة مهمة، مباراة مرتقبة، مباراة عودة بعد التوقف الدولي اللي استمر ل20 يوم بسبب ارتباط منتخبنا الوطني العراقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وإن شاء الله فرحة العراقيين تستمر بالانتصار الأخير اللي حقق منتخبنا على حساب المنتخب العماني بهدف للا شيء، وبذلك ارتقى إلى المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية. علي ياسين حارس المرمى لفريق النفط. نذكر بتشكيل الفريقين لمباراة اليوم، ونبدأ من الفريق الضيف فريق الكرخ اللي يلعب بحسين حسن لحراسة المرمى حارس مرمى منتخبنا الوطني، وللدفاع يلعب بكارلوس كايو، أنس النوادر، وليندرسون دا سيلفا، وحمزة عدنان كرباعي خط الدفاع لفريق نادي الكرخ. للوسط يلعب يونس غني وكريست ميرفز ومحمود أبو طه اللاعب الأردني، ولخط الهجوم يلعب باللاعب إيفياني إيزي وقاع رمضان وجعفر عبيس. إذا المدرب المصري هيثم شعبان يلعب ب4-3-3 في هذا اللقاء، بينما على الجانب الآخر المدرب عادل نعمة مدرب نادي النفط خلال هذا الموسم يلعب بعلي ياسين لحراسة المرمى، سامسون دير وجويل تشوف لخط الدفاع. للوسط يلعب بستار ياسين، سامي هين، رامسيس جابرييل ومحمد سادات، ولخط الهجوم يلعب بحيدر حسين وأحمد صبري. أي أن عادل نعمة يلعب 4-4-2 في هذا اللقاء. كرة عائدة أنس النوادر لاعب المغربي، عملية تمرير كارلوس كايو تبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي النفط. هذا اللاعب ليندرسون دا سيلفا بوليكا. هيثم شعبان صاحب ال45 سنة المدرب المصري، موسم ثاني مع فريق الكرخ، لذلك يطمح بتحقيق انتصار ومواصلة سلسلة النتائج الجيدة بالنسبة لفريق نادي الكرخ اللي حققها في الجولتين الماضية، والفوز على نادي دهوك 3-1 وعلى نادي كربلاء بهدفين لهدف. لذلك انتصارين على التوالي لنادي الكرخ، بينما فريق النفط قادم من خسارة وتعادل مع نادي القاسم، خسارة من الشرطة وتعادل مع نادي القاسم في آخر جولتين. لكن النفط كانت بدايته ممتازة جدا، النفط كانت بدايته ممتازة من خلال هذا الموسم، وفي الجولتين أو الجولات الثلاثة الأولى هو تصدر جدول الترتيب لدوري نجوم العراق. هنا خطأ وتدخل، هذا محمود أبو طه لاعب الأردني لاعب منتخب الأردن يحصل على خطأ وركلة حرة. سامهين اللاعب القادم من كربلاء يرتكب خطأ وركلة حرة. سامهين اللاعب البوركيني. الدولي واثق محمد يشير إلى وجود خطأ ورأية المساعد، يبدو لي إشارة لوجود حالة تسلل. طبعا المساعدين لمباراة اليوم
علي فاضل، ضياء غالب، أحمد قاسم حكم رابع، وفي غرفة الفار يتواجد فهد كريم وياسر هاشم. الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء اللي يقوده الدولي واثق محمد، واحد من الحكام المميزين على مستوى الدوري العراقي. كرة من جهة اليسار، أحمد خالد ينقل كرة للأمام قريب الخط الجانبي، تبعد من دفاعات الكرخ إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبي. يعني في حال انتصار أحد الفريقين سيتسلق سلم الترتيب بشكل كبير. يعني نتحدث عن النفط ممكن يصل إلى الصدارة إذا ما حقق الانتصار على الكرخ، وفريق الكرخ هو الآخر إذا ما حقق الانتصار ممكن يصل إلى المركز الثالث. محاولة جعفر عبيس اللاعب المميز يلعب كرة الأمام، ممكن الآن فريق الكرخ يفاجئ النفط في بداية المباراة ويسجل أول أهداف المباراة. عملية التقدم، هذا النوادر يسدد لكن تصطد بدفاعات نادي النفط، تصطد بدفاعات النفط. كرة عادت للوسط، كارلوس كايو البرازيلي، تدخل عادت للوسط لفريق النفط، رامسيس جابرييل كاميروني لاعب الوسط لفريق النفط. عملية تمرير الأمام قريبة لمنطقة الجزاء، خطيرة على مرمى الكرخ لكن تبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا كريست ميرفلز لاعب فريق نادي الكرخ. كرة لكرار مدافع اليمين، كرار سالم مدافع يمين فريق النفط. سامسون دير، جايلو تشوف الكاميروني، تغيير اللعب لجهة اليسار. أحمد خالد، كرة عادت للوسط، يتناقل لاعبي فريق نادي النفط، محاولة التمرير. حيدر حسين جهة اليسار، النفط يحاول الاعتماد على الأطراف فريق النفط. كرة داخل منطقة الجزاء، ممكن نشاهد أخطاء دفاعية تكلف فريق الكرخ، وللمحاولات لفريق النفط لكن تبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا حيدر حسين. صناعة طلبة عندي عديدة مثلها طبعا. لاحظ هذا المحاولة، وهذا أحمد صبري، أحمد صبري لاعب فريق عند هدف على نفط البصرة وعلى النجف وعلى الحدود، 3 أهداف، لكن لا زال يتصدر قائمة الهدافين هو أمجد عطوان لاعب منتخبنا الوطني لاعب زاخو ب7 أهداف، يليه مهند علي لاعب الشرطة أيضا لاعب منتخبنا الوطني. جون أوكلي مهاجم ب5 أهداف، طبعا مهند جون أوكلي لاعب القرمة ب4 أهداف، والحارث حاتم ب4 أهداف لاعب نادي القاسم. قائمة الهدافين. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة للنفط على مرمى الكرخ لكن مرت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. أحمد خالد المتقدم للأمام لاعب ومدافع النفط عنده هدف على القرمة. عاد النعمة سنوات طويلة طبعا مدربا لفريق الحدود، عاد الحدود إلى دوري الأضواء. هذا الموسم ترك الحدود واتجه إلى النفط خلفا للمدرب باسم قاسم اللي أصبح مدربا لفريق الطلبة. باسم قاسم يعني تغييرات على مستوى المدربين. يونس غني لاعب الوسط للكرخ، عملية تمرير الأمام لكن كرار مدافع اليمين، قطع ممتاز إلى سامسون دير جايل تشوف كاميروني. كرة عن طريق الوسط لمصلحة فريق النفط. لا زالت المحاولة في المنتصف. سامهين البوركيني عيدها إلى سامسون دير. كرات يتناقل لاعبي فريق النفط لكن الأخطاء ممنوعة في منتصف الملعب. يمتلك خط وسط جيد فريق نادي الكرخ وخط هجوم أيضا ممتاز بوجود كريست، وجود أيضا جعفر عبيس ووقاع رمضان القادم من الطلبة لنادي الكرخ خلال هذا الموسم. كرة تعود للخلف لدفاعات النفط، عملية تغيير اللعب لجويل تشوف. جويل تشوف من جديد لتعود خط الوسط كارلوس كايو. كارلوس مدافع الكرخ. هنا جعفر عبيس، إن شاء الله بالسلامة لجعفر عبيس، واحد من هدافي الكرخ، كابتن الكرخ في هذه المباراة، عنده هدفين على دهوك جعفر عبيس.
لاحظ هنا الإعادة والدفع الموجود على اللاعب لنادي النفط رامسيس. ايزي حاول يمر، ينقل للامام. حمزه عدنان، كرة طويلة من حمزه عدنان قادم من النجف. طبعا حمزه عدنان مثل ميناء، مثل البصره، النجف، طلبه، الزوراء، قوة جوية، يعني أندية عديدة مثلها طبعا حمزة عدنان، مدافع يسار فريق نادي الكرخ، اللاعب الدولي السابق. ستار ياسين لاعب الوسط لنادي النفط، يهيئ كرة الأمام، تبعد من دفاعات الكرخ عن طريق الجانب الأيسر، مرور ممتاز عن طريق مهند أبو طه. مهند ينقل كرة الوسط لمصلحة فريق نادي الكرخ، لكن بعيدة كرة يونس غني، بعيدة كرة يونس غني إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي النفط من الجهة البعيدة. تنفذ الرمية الجانبية، حذر واضح من قبل الفريقين من خلال البداية لهذه المباراة، حذر واضح، تخوف، يعني التوقف قد يكون مؤثر نوعا ما على استمرارية أداء الفرق من خلال المباريات المتعاقبة، لكن التوقف أكيد راح يكون له تأثير واضح على اللاعبين. كرة من جهة اليسار لمصلحة فريق النفط، لكن بعيدة، أعتقد مرت إلى خارج الملعب لرمية جانبية لمصلحة الكرخ من الجهة البعيدة. أحمد خالد مدافع اليسار اللي حاول، لكن طالت على أحمد خالد، كان ضغط من يونس غني أو اللي أخطأ في التمرير. كرة عادت لمهند أبو طه، عيدة لحمزة عدنان. مرور أكثر من 10 دقائق ولم نشهد أي محاولة تذكر لأحد الفريقين على المرمى. ستار يحاول التمرير، أنس النوادر، عملية الإبعاد من أنس النوادر جهة اليمين لمصلحة فريق الكرخ. بوليكا ينقل الكرة للأمام، يونس يحاول أن يمر عن طريق الوسط، يونس يحاول أن يمر الأمام. ممكن الكرخ في هذه المحاولة للوصول إلى هدف تقدم. هنا المحاولة تستمر والراية موجودة لوجود حالة تسلل على ليندرسون دا سيلفا. بوليكا وعاد النعمة عاد النعمة وتوجيهات، اعتقد حالة تسلل، يبدو اعتراضه على حالة التسلل الراية المتأخرة من أكيد يعني يكون هناك انتظار من المساعد لانتهاء الهجمة، وبعد ذلك ممكن يرفع الراية حول القرار اللي اتخذ المساعد الثاني لحكم المباراة ضياء غالب. أدى الاعتراض عاد النعمة على هذا القرار رغم أنه أشار إلى حالة تسلل. مساعد الثاني لحكم اللقاء الدولي واثق محمد. كرة النقل للوسط الآن لمصلحة فريق نادي النفط. حيدر حسين متراجع للوسط، ينقل للأمام، سامي هين ينقل كرة أمامية، سامي هين قريبة لمدافع يسار الكرخ حمزة عدنان، تصطد بي رامسيس جابرييل. رامسيس اللاعب الكاميروني، وتبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكرخ. تنفذ الرمية الجانبية، كان رامسيس واضح في الوسط إلى ستار ياسين، يعيدها للخلف إلى جويل تشوف. جويل تشوف قادم من كربلاء، ستار أحمد خالد قريب منه إيفياني إيزي، إيفياني إيزي عنده هدفين على دهوك وعلى الميناء. إيفياني إيزي، كرة تعود إلى سامسون دير للوسط، محمد سادات
محمد سادات اللاعب الغاني، لاعب الوسط لنادي النفط من غانا. محمد سادات، جويل تشوف، جويل كاميروني لسامسون دير اللاعب النيجيري. كرة قريبة لمنطقة الجزاء، ابعاد من انس النوادر، محاولة مستمرة لفريق النفط. ستار ياسين هي كرة الى جهة اليسار، احمد صبري ينقل كرة داخل منطقة الجزاء، احمد صبري تبعد من دفاعات فريق الكرخ، عادت لايزي او ستار قريب منه ايزي، تعود من جديد لفريق النفط. عملية التدوير ما بين لاعبي فريق النفط من اليسار للخلف للدفاعات، محاولة تستمر عن طريق الوسط. كرة منقولة في المنتصف، جويل، محمد سادات قلل الأمام، أقرب لسامسون دير، ستار، حيدر حسين حاول يمر، حاول التسديد على المرمى لكن تصطد بأنس النوادر مع تراجع جعفر. عبيس للخلف، لاعب ومهاجم وكابتن فريق الكرخ. كرة النقل عن طريق جهة اليمين لنادي الكرخ، تبعد من أمام اللاعب بوليكي مدافع اليمين بوليكي. رمية جانبية لمصلحة فريق الكرخ، أحمد صبري قريب. للحديث عن التاريخ طبعا ما بين النفط والكرخ، يعني منذ 10 مواسم فريق الكرخ لم يحقق أي انتصار على فريق النفط. 10 مواسم والكرخ لم يحقق أي انتصار. آخر فوز للنفط كان آخر فوز للكرخ كان موسم 2013-2014، الموسم اللي أوقف الاتحاد الدوري في تلك الفترة، واعتبر نادي الشرطة هو بطل للدوري العراقي، بطل غير متوج. آخر فوز كان للكرخ موسم 2013-2014 1-0 على النفط بهدف عماد محسن. هذا كان آخر فوز للكرخ على النفط. آخر فوز للنفط كان موسم 22-23 3-2. دينيس أنتوي سجل ثلاثية في مرمى نادي الكرخ، والكرخ سجل أهدافه عن طريق اللاعب جعفر عبيس الموجود في هذه المباراة. يعني منذ 10 مواسم 10 سنوات وفريق الكرخ لم يحقق أي انتصار. في ال10 سنوات الأخيرة جمعت الفريقين 14 مواجهة، 8 انتهت للنفط و6 التعادل في آخر 10 سنوات. 8 لفريق النفط و6 انتهت بنتيجة تعادل، ولا وجود الانتصار لفريق الكرخ على فريق النفط منذ 10 مواسم. هل يفعلها الكرخ خلال هذا الموسم خلال هذه المباراة وتحقيق الانتصار على فريق نادي النفط من خلال هذه المواجهة؟ تنقل الوسط، إيفياني إيزي، إيفياني عيدها للخلف إلى كارلوس كايو اللي ينقلها بدوره ليونس غني. عملية تمرير والبحث عن الخط الهجومي بعيدة عن مهند أبو طه إلى خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح نادي النفط. ركلة مرمى لصالح نادي النفط. تمريرة طويلة كانت عن طريق اللاعب يونس غني، مرت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة عادت للوسط لصالح نادي النفط، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية بوليك إلى إيفياني إيزي، عادت ليدا سيلفا، كايو، عملية تغيير أقرب لوقاع رمضان لكن اعتقد خطأ على وقاع رمضان. عنده هدف على الزوراء، المباراة اللي خسرها الكرخ أمام الزوراء لهدفين لصالح نادي الزوراء. حسين حسن حارس المرمى لنادي الكرخ.
أنس النوادر، كرة طويلة، وقاع كرار والتدخل على كرار، هناك خطأ. حكم المباراة يشير إلى وجود ركلة حرة لصالح نادي الكرخ، بالسلامة إن شاء الله لكل اللاعبين في هذه المباراة. إذن حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ ركلة حرة لصالح نادي الكرخ. هيثم شعبان، أتمنى أن يكون الأداء المتعة موجودة في هذا اللقاء. الفريقين يضمون نخبة ممتازة من اللاعبين كمحترفين ولاعبين محليين، لذلك الفريقين نتائجهم جيدة. النفط اللي بدأ بداية ممتازة، وفريق الكرخ في آخر 3 جولات كان متميز، تعادل مع القوة الجوية ثم فاز على نادي الدهوك في ملعب دهوك 3-1، ومن ثم على ملعبه فاز على نادي كربلاء بهدفين لهدف. لذلك نتائج الكرخ جيدة في ال3 جولات الأخيرة. فريق النفط بدايته ممتازة، ضمون نخبة جيدة من اللاعبين المميزين، مدربين متميزين. تحدث عن المصري هيثم شعبان، عن عادل نعمة مدرب أيضا مميز على مستوى دورينا، لكن الأداء لحد الآن غير مقنع، واعتقد غير مقنع حتى للمدربين، لهيثم شعبان ولعادل نعم. أداء ورذم المباراة بطيء جدا في عملية التحضير، في عملية نقل الكرة، في تدوير الكرة، أخطاء في عملية التمرير. لكن نتمنى، لا زال هناك وقت طويل، نحن نلعب في منتصف الشوط الأول، لذلك نتمنى أن نشاهد أداء أكثر جمالية من الأداء اللي أمامنا. حسين حسن حارس مرمى فريق الكرخ، حسين حسن باليد لحمزة عدنان، حمزة يعيدها لحسين حسن، قريب منا حيدر حسين مهاجم فريق النفط، كرة طويلة من حسين حسن، عملية الإبعاد من دفاعات النفط، عادة الوسط محمد سادات الغاني إلى سامي هين البوركيني، يقل كرة أمامية، عملية الهجوم حيدر، ممكن الآن فريق النفط محاولة، رامسيس عيد الخلف، رامسيس كرار، سالم داخل منطقة الجزاء، خطيرا للنفط، ممكن الآن، لا حسين حسن، حسين حسن حارس مرمى جيد يقدم مستويات أكثر من رائعة مع فريق الكرخ، نتيجة لأداء المميز، استدعاء مع حراس مرمى منتخبنا الوطني جلال وفهد وأحمد باسل، حراس مرمى منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى حسين حسن حارس مرمى الكرخ، يكون ضمن خيارات المدرب كأساس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. إن شاء الله بالسلامة لأحمد صبري، بالسلامة لأحمد صبري. النفط قادم من تعادل أمام نادي القاسم بدون أهداف، بينما الكرخ قادم من انتصار على كربلاء 2-1. كرخ يبحث عن انتصار الثالث على التوالي، بينما فريق النفط يبحث عن انتصاره بعد الخسارة من الشرطة والتعادل مع نادي القاسم في الجولتين الأخيرة. كرة النقل الوسط يونس غني، هيا كرة الوسط يونس غني، محاولة تعود لفريق الكرخ قريبة لمنطقة جزاء النفط، عائدة قبل كرار لحارس المرمى علي ياسين، علي هو غاب عن مباراة نادي القاسم بداعي الإصابة، لكن اليوم يشترك أساسي في هذه المباراة علي ياسين.
باليد من علي ياسين. جهة اليسار أحمد خالد يحاول التقدم للأمام. أحمد خالد يقل الكرة إلى جهة اليسار. النفط يحاول الوصول إلى مرمى الكرخ، والكرخ هو الآخر. عائدة من لاعبي نادي الكرخ كريست ميرفلز اللاعب الكنغولي. تعود من كرار لعلي ياسين. علي ياسين حارس المرمى لنادي النفط. هذا رامسيس واضح في الصورة، جابرييل كاميروني. محمد سادات قلل الوسط، عادت لدفاعات النفط. جويل تشوف إلى سامسون دير. سامسون يعيدها إلى جويل تشوف. جويل تشوف أحمد خالد قريب منه إيفياني إيزي. تعود للوسط لصالح نادي النفط. سامي هين علي ياسين. كرة طويلة من علي ياسين بالراس تتهيأ بعاد من حمزة عدنان. عملية الهجوم مقاع ممكن يقود الطلعة الهجومية لفريق الكر قريب من الخط الجانبي. تدخل من كرار سالم من أمام وقاع رمضان. عادت لوسط فريق النفط. ستار جهة اليسار أحمد خالد المباشر لستار ياسين مع تدخل كايو، وأقرب لأنس النوادر قلب الدفاع لفريق الكرخ. يونس غني لكارلوس كايو. بوليكا جهة اليمين برازيلي إيفياني إيزي. مرور ناجح من إيفياني لكن مرت طويلة على إيفياني إيزي إلى خارج الملعب بعد التدخل من جوليتشوف. إيفياني كان يطالب بخطأ لكن حكم المباراة أشار للاستمرار لتصبح رمية جانبية لصالح نادي النفط. رمية جانبية للنفط. سامسون دير سامسون جهة اليسار النفط. تعود لوسط الكرخ. كرة طويلة للأمام داخل منطقة الجزاء. خطيرة خطيرة النفط. هل يفعلها في هذه الدقائق؟ خطيرة وأهل الهدف. جول للنفط. جول للنفط عن طريق اللاعب رامسيس جابرييل. رامسيس جابرييل يسجل لفريق النفط أول أهداف المباراة. لاحظ التمركز الخاطئ لمدافعي فريق الكرخ من هجمة وحيدة لفريق النفط على مرمى الكرخ. يسجل من خلالها اللاعب رامسيس جابرييل أول أهداف المباراة لصالح النفط. الكاميروني يسجل أول أهداف المباراة للنفط في مرمى الكرخ بأداء مرور أكثر من 25 دقيقة، بأداء رتيب جدا ما بين الفريقين. وفي لحظة يأتي فريق النفط ويسجل أول الأهداف بعد تمريرة اللاعب ستار ياسين داخل منطقة الجزاء. يستقبلها اللاعب رامسيس جابرييل ليسجل أول أهداف المباراة لصالح النفط في مرمى الكرخ. لاحظ الفرصة الوحيدة والتمركز الخاطئ لمدافعي فريق الكرخ يكلف فريق الكرخ أول أهداف المباراة. أول أهداف المباراة ورامسيس جابرييل يضعها في الشباك معلنا عن تسجيل النفط أول أهداف المباراة. إذن هدف للنفط لا شيء للكرخ. هل تستمر عقدة الكرخ منذ 10 مواسم؟ هل تستمر عقدة الكرخ أمام النفط بعدم تحقيق الانتصار من 10 مواسم؟ كرة داخل منطقة الجزاء وصلت لحارس المرمى علي ياسين. ممكن هذا الهدف يعطي اندفاع للاعبي الكرخ من أجل التعويض في قادم الدقائق للشوط الأول. الأداء غير مقنع لغاية الآن من قبل لاعبي فريق الكرخ،
وحتى فريق النفط قبل تسجيل الهدف. أنس النوادر، عملية تغيير للجهة البعيدة، يعني رغم بدايته غير جيدة فريق الكرخ في دوري نجوم العراق خلال هذا الموسم، لكن بعد ذلك استعاد توازنه وبدأ يقدم كرة قدم جميلة ويقدم أداء ممتاز يحقق النتائج. وهنا بطاقة صفراء، اعتراض من قبل كادر الفني والإداري لفريق النفط على قرار حكم المباراة. إبراهيم عبد نادر، محمد جاسم كادر المساعد للمدرب عادل نعمة. الاعتراضات غير مجدية غير مبررة، يعني ما كان هناك داعي للاعتراض على القرار. الحكم والمساعد اتخذوا القرار بأن وجود رمية جانبية، لكن الاعتراض غير مجدي بهذه. نتمنى من مدربينا يكونون أكثر هدوء. كرة النقل الأمام لمصلحة فريق الكرخ، عادت للوسط الآن فريق النفط يحاول أن يعزز هدف التقدم بهدف ثاني، وفريق الكرخ هل يتمكن من استعادة توازنه من خلال الدقائق القادمة والعودة لأجواء المباراة على الأقل من خلال الشوط الأول. هذا هو صاحب هدف المباراة الوحيد رامسيس جابرييل. رامسيس جابرييل. فريق الكرخ والنفط من الفرق اللي صدرت نجوم كثيرة للمنتخبات الوطنية وللأندية العراقية الجماهيرية الكبيرة، لكن الفريقين ليس لديهم أي إنجاز على مستوى الدوري العراقي، لكنهم أبطال في ألعاب أخرى. أبطال في ألعاب أخرى. تحدث عن النفط، أبطال ل6 مواسم على التوالي في كرة السلة. الكرخ لديه ما لديه من الألقاب على مستوى كرة اليد وأيضا السل، يعني ناديين أبطال في ألعاب أخرى، لكن على مستوى الدوري العراقي لا وجود لقب لناديي الكرخ والنفط، لكن الكرخ عنده إنجاز على مستوى بطولة كأس العراق. في النسخة قبل الماضية حقق بطولة كأس العراق مع المدرب أحمد عبد الجبار، الموجود مع الكادر التدريبي كمساعد للمدرب هيثم شعبان المدرب المصري. رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكرخ، تنفذ الرمية الجانبية. هنا خطأ مهند أبو طه الكناري. هل يعود لأجواء المباراة؟ هل يعدل هذا الهدف؟ أعتقد راح يغير من مجرى المباراة وأداء لاعبي الفريقين، ونشاهد المحاولات على مرمى الفريقين بالنسبة لفريق الكرخ اللي يحاول أن يعود إلى نتيجة المباراة، وبينما فريق النفط يريد أن يعزز نتيجة الهدف التقدم بهدف آخر. لذلك سننتظر قادم اللحظات من خلال الشوط الأول وأيضا الشوط الثاني. كرة عائدة لحارس المرمى حسين حسن، حارس مرمى الكرخ، بالمباشر إلى حمزة عدنان جهة اليسار. الكرخ تنقل الأمام، عملية القطع موجودة. كرار سالم مدافع اليمين، ستار ياسين إلى سامي هين، ستار وسامي، والكرة لا زالت للاعبي فريق الكرخ. وهنا حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الكرخ. ركلة حرة للكرخ. لاحظ أن الإعادة وسامي هين والتدخل، خطأ على ستار ياسين. خطأ على ستار ياسين. ركلة حرة لصالح نادي الكرخ. وقاع في موقف تسلل، وقاع رمضان تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي النفط. دفاعات في الوسط. كريست ينقل الكرة الأمام. كريست عملية الهجوم، هل يعدل؟ ممكن الآن الكرخ ومرت إلى خارج الملعب بجملة تكتيكية جميلة. فريق الكرخ لو وصلت لإيزي لسجل، لو وصلت لهذا اللاعب بشكل ممتاز لسجل لفريق نادي النفط. نادي الكرخ لاحظ مرت من أمام إيفياني إيزي اللاعب النيجيري،
النيجيري يواجه المرمى، لكن من امامه تبعد في اللحظه الاخيره من دفاعات النفط الى ركله ركنيه لصالح الكرخ. ركنيه للكرخ. حمزه عدنان. حمزه عدنان والكرخ يبحث عن هدف تعديل. وصلت لحارس المرمى. لحارس المرمى علي ياسين. محاوله كانت جيده لفريق نادي الكرخ بتبادل جميل. وصلت لايفاني ايزي لكن ضاعت ومرت من امام ايفاني ايزي بعد الابعاد باخر اللحظات من دفاعات فريق النفط الى ركله ركنيه. كارلوس كايو اللي دائما نشاهده في الكرات الثابته عندما تكون لفريق الكرخ يكون موجود داخل منطقه جزاء امام الفرق المنافسه. بالنسبه للاعب ومدافع فريق نادي الكرخ كارلوس كايو. عادت الى كريست ميرفلز الكنغولي يلعب كره الامام. جعفر عبيس لا زال غائب خط الهجوم بالنسبه لفريق نادي الكرخ. جعفر عبيس وقاع ومن خلف اللاعبين طبعا يتواجد ايفياني ايزي، لكن الفاعليه الهجوميه لفريق الكرخ غائبه تماما عن الحضور بشكل دائم قريب لمنطقه جزاء النفط. علي ياسين يلعب كره طويله للامام. البحث عن احمد صبري، عن حيدر حسين. خط الهجوم لنادي النفط. كره تبعد لمصلحه فريق الكرخ. كره حائره ما بين لاعبي الكرخ والنفط. انس النوادر يقل كره اماميه. انس النوادر لمصلحه فريق الكرخ. عمليه الابعاد. جعفر عمليه تحضير في المنتصف لكن ضغط من سامسون دير بالاضافه الى محمد سادات. حيدر طالت على حيدر حسين الى خارج الملعب لرميه جانبيه لمصلحه فريق الكرخ من الجهه البعيده. اعتراض من حيدر حسين على قرار حكم المباراه. يونس غني. كارلوس كايو. يونس غني. 9 دقائق تفصلنا عن نهايه الشوط الاول يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكه الاعلام العراقي. والتقدم لفريق النفط على حساب الكرخ في اولى مباريات الجوله الثامنه لدوري نجوم العراق لموسم 2024 2025 والنفط يتقدم على الكرخ بهدف للا شيء. كره تعود للوسط. سجل الهدف عن طريق اللاعب رامسيس جابرييل. كرة تبعد إلى خارج الملعب. رمية جانبية للكرخ من الجهة البعيدة. عادت لكارلوس كايو. كارلوس. أنس النوادر أقرب لحمزة عدنان. تصطد وتمر من أمام سامي هين. سامي هين إلى خارج الملعب. تصبح رمية جانبية لصالح نادي الكرخ. هذا حمزة عدنان. حيدر حسين بمواجهة أنس النوادر. مهاجم حيدر والمدافع أنس. محاولة للوسط. سادات ينقل كرة للخلف. سامسون دير أو جويل تشوف. أحمد خالد. ستار ياسين. ستار اعتقد عاد النعمة معطى الحرية طبعا للتحرك اللاعب ستار ياسين. مرة نشاهده على اليمين مرة على اليسار مرة في منتصف الملعب. يعني ستار ياسين واحد من أسماء الخبرة يعني مثل زاخو نوروز أمانة بغداد. ستار ياسين لاعب الوسط لفريق النفط من أمام إيفياني إيزي. عملية الإبعاد تصطد وتمر إلى جهة يسار فريق النفط. ستار تدخل من إيفياني إيزي. هذا دا سيلفا. بوليكا مدافع اليمين لنادي الكرخ يحاول أن يمر بوليكا عن طريق الجانب الأيمن. جعفر مرت من أمامه جعفر عبيس. وعملية الإبعاد من دفاعات النفط والبحث عن المرتدات بالنسبة لفريق النفط. كرة حارة في المنتصف. عملية الهجوم الآن وتمريرة ممتازة خطيرة خطيرة. الثاني ممكن. فريق النفط داخل منطقة الجزاء. وصلت لحارس المرمى حسين حسن. وصلت لحسين حسن. كانت كرة خطيرة لفريق النفط على مرمى الكرخ لكن بعد التدخل في اللعب الأخيرة من دفاعات الكرخ وعملية الإبعاد. مهند أبو طه. حمزة عدنان للوسط. رامسيس. أنس النوادر من جديد إلى كريست. ميرفيز. هذا هو كريست.
يقل الكرة الأمام اللاعب الكنغولي لكن بعيدة عن بوليكا المتقدم للأمام، أقرب لحارس المرمى لنادي النفط علي ياسين. أقرب لحارس المرمى علي ياسين، حارس المرمى لنادي النفط. لاحظ هنا الإعادة والمحاولة اللي كانت قبل قليل لفريق النفط. دون ارتكاب الخطأ من يونس غني، لذلك حكم المباراة قرار ممتاز لا وجود ركلة جزاء. مهند أبو طه عائدة لأنس النوادر. أنس نفط والتقدم بهدف، والكرخ والبحث عن العودة. هذا يونس غني، كرة عالية جعفر عبيس. جعفر استقبال ممتاز، يحاول أن يمر وتدخل من سامسون دير. سامسون دير لاعب النيجيري، وعملية الإبعاد إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكرخ. جعفر يطالب حكم المباراة باحتساب خطأ بإشهار بطاقة، لكن القرار يأتي لوجود رمية جانبية بتدخل سامسون دير على جعفر عبيس، والرمية الجانبية احتسبت لفريق النفط. رمية جانبية احتسبت لفريق النفط. سامهين لاعب الوسط لفريق النفط. رمية جانبية تنفذ لمصلحة فريق النفط، تنقل الوسط، عملية التغيير أقرب لدفاعات فريق نادي الكرخ، وبوليكا القادم من جهة اليمين أمام مرمى فريق الكرخ، وعملية الإبعاد تصطد وتبعد لتصبح رمية جانبية لصالح الكرخ. هذا أحمد صبري هداف النفط ب3 أهداف. أحمد صبري، كرة عالية للوسط. لاحظ تكتل في خط الوسط بالنسبة للفريقين وصعوبة التحرك بسهولة. لاحظ يعني تقريبا 7 لاعبين إلى 7 لاعبين من نادي النفط موجودين في منتصف الملعب، فريقين يدافعون من منتصف الملعب، لذلك نشاهد الفرص قليلة جدا على المرمى. كرار سالم، تمريرة أمامية خطيرة لنادي النفط، ممكن حيدر داخل منطقة الجزاء. النفط يحاول أن يسجل ثاني الأهداف، خطيرة ستار، المحاولة تستمر، ضاعت على النفط، ضاعت على النفط وعلى أحمد صبري. أحمد صبري يطيح بالكرة بعيدة عن مرمى الكرخ. فرصة تسجيل هدف ثاني للنفط تضيع بطريقة غريبة جدا، وأحمد صبري يضيع فرصة التقدم، وقد يندم أحمد صبري وفريق النفط على ضياع هذه الفرصة. سهلة كانت لأحمد صبري، لكن حارس المرمى حسين حسن غطى المرمى تماما على أحمد صبري، وبالتالي أضاعها. كان ممكن من خلالها يضاعف النتيجة ويخرج من الشوط الأول متقدما بهدفين على حساب الكرخ، تعطيه أريحية من خلال الشوط الثاني لفريق النفط. لكن هذه الفرصة الضائعة لفريق النفط تعطي اندفاع لفريق الكرخ من أجل العودة لمجريات المباراة وتعديل النتيجة على الأقل ممكن. مر إلى رمية جانبية، ضاعت فرصة النفط، ضاعت فرصة ثمينة لفريق النفط. كارلوس كايو، بعض الأخطاء الدفاعية لفريق الكرخ قد تكلفهم الكثير في هذه المباراة، قد تكلفهم الكثير في هذه المباراة. كرة منقولة للخلف لدفاعات فريق النفط، عملية تغيير ستار، هي كرة جميلة، عدم وجود الأنانية من ستار ياسين، هو كان بمواجهة المرمى لكن بعد التغطية على ستار فضل أن يمرر لأحمد ياسين أحمد صبري، وأحمد صبري أطاح بالكرة بعيدة عن مرمى الكرخ. سامسون دير، جويل تشوف، دفاعات النفط، أحمد خالد جهة اليسار، ينقل الكرة لأمام أحمد خالد، عملية الإبعاد من كايو إلى خارج الملعب، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي الكرخ، ركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي الكرخ. هذا محمد صبري اللي أضاع فرصة تسجيل هدف ثاني،
لاحظ أحمد صبري كان موجود في حالة تسلل، موجود في موقف تسلل أحمد صبري. رمية جانبية لصالح النفط. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول، عدا الوقت اللي راح يضيفه حكم اللقاء الدولي واثق محمد لشوط أول دون الوسط ما بين الفريقين، دون الوسط ما بين الفريقين. والعنوان الأبرز لهذا الشوط هو الهدف الوحيد لفريق نادي النفط اللي سجل عن طريق اللاعب رامسيس جابرييل. عدا ذلك لا شيء يذكر عدا فرصة اللاعب أحمد صبري اللي كانت بعد الهدف. كرة النقل الوسط لمصلحة فريق الكرخ، أقرب ليونس غني، مرور من يونس غني، يحاول يمر الأمام، ضغط من قبل لاعبي فريق النفط، ضغط لاعبي النفط على لاعبي الكرخ. إن شاء الله بالسلامة لسامي هين يشكو من إصابة، عملية تمرير الجهة البعيدة إلى داسيلفا، بوليكا، إيفياني إيزي يحاول أن يمر، إيفياني عيد الوسط إلى يونس غني، يونس بدوره إلى حمزة عدنان، يمرر الكرة الأمام، هنش التعادل الآن. أبو طه يحاول يمرر داخل منطقة الجزاء لفريق النفط لكن طالت وأبعدت عن طريق اللاعب سامسون دير. مهند أبو طه الأردني يحاول أن يكرر ما فعل في مباراة كربلاء، المباراة اللي فاز فيها نادي الكرخ على كربلاء بهدفين لهدف واحد، هو سجل في مرمى كربلاء. تنفذ الرمية الجانبية لمصلحة فريق الكرخ قريبة من مرمى فريق النفط اللي يدافع بأكثر من لاعب. عملية الإبعاد للكرخ تعود لحمزة عدنان، كريست ميرفيز، كريست من جديد إلى أنس نوادر، هيا كرة إلى مهند لكن بعيدة عن مهند أبو طه، بعيدة عن مهند أبو طه. إذا دقيقتين وقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول، مرت دقيقة، دقيقتين وقت بدل ضاع. رمية جانبية تنفذ، حمزة عدنان، سامي هين، سادات يقل كرة جهة يمين حيدر حسين، هي الكرة الأمام حيدر حسين لا زالت داخل أرضية الملعب وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي النفط. رمية جانبية لصالح نادي النفط. صاحب هدف المباراة الوحيد رامسيس جابرييل اللاعب الكاميروني. كرار سالم، تنفذ الرمية الجانبية، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب. لاحظ هنا الإعادة والتدخل بهذه الطريقة من حمزة عدنان، أعتقد ما كان هناك تدخل، اعتباره خطأ. إذا الرمية الجانبية هو القرار سليم لحكم المباراة وراية المساعد. تنفذ الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي الدولي واثق محمد، يطلق الصافر النهائي الكامل للشوط الأول ما بين النفط والكرخ لحساب الجولة الثامنة وافتتاح مباريات الجولة الثامنة. الشوط الأول ينتهي بهدف للا شيء لصالح النفط، سجل الهدف عن طريق اللاعب الكاميروني رامسيس جابرييل، هو من سجل لفريق النفط وأنهى الشوط الأول متقدما على حساب الكرخ. أحبتي استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم لتكملة وقائع الشوط الثاني. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.
محاولة تسديد على المرمى وهدف أول جول. أوكلي، جون أوكلي، جون أوكلي النيجيري، وهدف رائع. هدف رائع. جون أوكلي يسجل أول أهداف المباراة. هو عنده هدفين على نفط البصرة، وثالث أهداف النيجيري جون أوكلي بهذه الطريقة الجميلة. يسجل لنادي القرمة، يرد على كرة إيفياني. نيجيري يرد على نيجيري يرد على نيجيري. إيفياني، كرة ارتدت من القائم الأيسر، لكن النيجيري الآخر لاعب القرمة جون أوكلي يطلق صاروخ على مرمى نوروز وعلى الزاوية البعيدة لعماد عيسى. لاحظ جون أوكلي وضحى بمكان صعب جدا على عماد عيسى. جون أوكلي يسجل أول هدف جميل للقرمة في مرمى نوروز. يؤازر رغم أنه يتأخر بهدف، لكن يؤازر، والتعادل لنوروز. هدف. مروان حسين يسجل هدف التعادل. مروان يطلق العنان على مدرجات ملعب نوروز. الفنان مروان يسجل هدف التعادل لنوروز. مروان حسين يسجل هدف التعادل. الأولى ذهبت إلى الخارج، لكن الثانية لم يخطئها مروان. لاحظ، حضر بهذه الطريقة وسدد بهذه الطريقة على يمين حارس المرمى محمد حميد، معلنا عن هدف التعادل لنوروز في مرمى القرمة. بينما على الجانب الآخر جورفان فيرا أشرك 3 لاعبين. هنا الهجوم الآن للقرمة داخل منطقة الجزاء، ممكن ثاني محمد، ويسجل الثاني. هدف ثاني للقرمة. محمد مسر. الله هدف ثاني بلعبة جميلة، بكرة ذكية تتهيأ أمام محمد مسر، يسجل ثاني الأهداف لنادي القرمة. الله على محمد مسر، ثالث أهدافه مع القرمة خلال هذا الموسم، بعدما سجل في مرمى نفط البصرة والحدود. الآن يجتاز كل الحدود محمد مسر، يمر من الحارس عماد عيسى ويضعها في مرمى نوروز، مسجلا ثاني الأهداف للقرمة في مرمى نوروز، وفرحة جماهير القرمة بهدف ثاني. إذن القرمة يسجل ثاني الأهداف في مرمى نوروز. لاحظ الإعادة، غير متسلل إطلاقا، حالة التسلل غير موجودة. مر بهذه الطريقة وسجل هدف جميل ثاني لصالح القرمة في مرمى نوروز. 2-1 أصبحت النتيجة الآن. من جديد القرمة يسجل في مرمى نوروز في اللقاء التاريخي الأول ما بين الفريقين. القرمة يتقدم على نوروز لأيام الفيفا داي والتوقف الدولي، ومنتخبنا أمام مهمة الوصول إلى كأس العالم. عملية الهجوم، أوكلي خلاص. جون أوكلي يبصم بالشمع الأحمر على نتيجة المباراة. النيجيري ثاني أهدافه في المباراة، وثالث أهداف القرمة في مرمى نوروز. جون أوكلي نجم المباراة النيجيري. النسر النيجيري يطير بالقرمة ب3 نقاط في هذه المباراة. النسر النيجيري مع صقور الغربية، ثالث أهداف القرمة بطريقة جميلة وعلى الزاوية البعيدة لعماد عيسى، يسجل ثالث أهداف القرمة. ورابع أهدافه جون أوكلي اللاعب النيجيري. برافو، يتعدى من اللاعب الثاني، تلعب خطرة وجول. أبو طه مهند أبو طه يسجل الهدف رقم 1000 في دوري نجوم العراق. مهند أبو طه يسجل الهدف رقم 1000 في دوري نجوم العراق في موسمين، والهدف رقم 128 هذا الموسم، والأول في هذه المباراة بالدقيقة 39 من عمر المباراة. مهند أبو طه يعلن تقدم الكناري. شوف الكرة شوف بحركة لعب جميلة لأندرسون، تخلص من 2 من اللاعبين، مر لعبها والكرة ارتدت، وبالتالي يعني
مهند أبو طه يلعبها إلى داخل الشباك ويحرز أول أهداف المباراة، والهدف اللي يحمل الرقم ألف في دورينا. يحاول أو اللاعب مصعب ومرة أخرى لا، إيزي يحاول داخل منطقة، كرة خطيرة، جول مهند أبو طه يعود ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة 58 من عمر المباراة. الهدف رقم 1 بعد الألف، والهدف رقم 130 أو 129 في دورينا هذا الموسم. الهدف رقم 129 في دورينا هذا الموسم، والهدف رقم 1 بعد الألف، والهدف الثاني هدف الأمان والاطمئنان لنادي الكرك. كرة مرت ولعبها بذكاء من فوق الحارس ليسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم والثاني لفريق نادي الكرك. هدفين بأقدام هذا اللاعب الأردني مهند أبو طه. 2 الكرك لا شيء كربلاء. فرحة أبو طه بهدف الشخصي الثاني في مباراة اليوم. وخطر عبد القادر، جول هدف تقليص الفارق لعبد القادر طارق عزيز بالدقيقة 66 من عمر المباراة. بغفلة من المدافعين يسجل عبد القادر الهدف الأول وهدف التقليص. وخلينا نشوف الحكم، شوف بغفلة من المدافعين وبشكل مستريح. شوف الكرة ملعوبة، شوف لا، ما بيها تسلل إطلاقا، ورأسية حلوة من عبد القادر طارق اللي يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل هدف الأول في شباك الميناء. سجل الموسم الماضي في شباك نفط الوسط، نفط البصرة، الكرخ، الميناء، وأهدى ركلة جزاء أمام الجوية، صاحب أسرع هدفين في الموسمين الماضي وقبل الماضي. الحكم راح يتأكد من صحة الهدف. 2 الكرخ 1 كربلاء. مباراة بدقائقها القادمة راح تحلو، هذا ما نتمناه. إذن هدف صحيح. علي يوسف يحاول، وصلت بعد ذلك لمهدي همام. علي يوسف يحاول الآن، هذه خطيرة للزوراء. الله، جول للزوراء. خطأ كبير من المدافع في اللقطة الماضية يسجل من خلالها الزوراء في الوقت المضاف. سجل الزوراء، ظهر علي يوسف وسجل الكرة الخطيرة الأولى للزوراء من خلال هذه المباراة، يسجل من خلالها. شوف همام عاد بالكرة، كانت قصيرة يا رجل، وبالتالي علي يوسف اللي ما كذب خبر ولا يرفض الهدايا، يسجل علي يوسف كرة في قلب المرمى ليتقدم الزوراء بأول أهداف في المباراة. جول للزوراء مقابل لا شيء للطلبة الآن. كذلك تمني النفس بالأفضل هنا. بنيامين خطيرة، جول لديالة. بنيامين أكور، بنيامين هدف للبرتقالي. استلم الكرة وتقدم فيها. شوف هنا الإعادة، إذا ما كان اللاعب متسلل طبعا حكام الفار، ولكنه حطها جميلة بباطن القدم اليمنى على يمين حارس المرمى عبد سليم ليكتفي من خلال اللقطة الماضية. كانت بعيدة عن متناول الحارس،
والصعبة، وبالتالي يتقدم دياله بأول أهداف في المباراة. كورنادو الماتادور حطها الإسباني، حطها الماتادور، التعادل، هدف التعادل، وفرحة كبيرة بالنسبة لبابلو جرانديز وكذلك مانويل لولو كورنادو اللي سجل هدف التعادل. هدف التعادل للسفانة، هدف التعادل للميناء. شوف كورنادو حطها قوية في قلب المرمى وفي سقف المرمى. صعبة 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 يا حسن، صعبة يا عباس. الكرة في قلب المرمى كانت قوية، وبباطل القدم اليمنى مانويل لولو كورنادو. لعب كرة تلعب عالية وفي انتظار رأسية، لكن هنا محمد قاسم القدم التي لا ترحم والكرة في الجول. الله، الأهداف تأتي وتسجل عن طريق الاختصاص. محمد قاسم مر وعبر وسدد كرة لافة على يمين صقر عجيل، ولو طار صقر شاهين لا يمكن أن يصد ويرد هذه الكرة ويصل إليها هذه الكرة وهذه المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. ما زالت مصعد فريق نفط البصرة. تمرير محمود أحمد يلعب الكرة الخطيرة، جول اسماعيل أورو التوغولي يسجل أول أهداف هذا اللقاء. هدف جميل جدا بالرغم من وجود ستار جبار مع اسماعيل أورو، لكن اسماعيل نجح باللحاق بالكرة. كرة ميتة لكن أحياها اسماعيل أورو بالهدف. شاهد 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 استماتة من هذا الأورو الذي يسجل أول أهداف اللقاء. ما تلقى هذا الهدف أصبح ثاني أفضل خط دفاع. وهنا الرأسية، جول البديل كريستيان دومتي النيجيري يسجل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق كريستيان دومتي البديل الذي زج به ولي كريم في الشوط الثاني. هدف التعادل. شاهد 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 التمريرة كانت جميلة من سجاد خليل، من دومتي إلى سجاد ومن سجاد إلى دومتي، 1-2 جميلة، وبالرأس من دومتي سكنت شباك مجتبى، سكنت شباك الحارس مجتبى محمد الذي كان يمني النفس أن تخرج شباكه نظيفة في هذه المباراة. لكن رأسية صعبة، رأسية صعبة، والقائم تعاطف مع هذا النيجيري صاحب 28 عام. أورو يتقدم، أورو يبحث عن الثاني، إسماعيل، جول ثاني لمصلحة فرسان الجنوب. نفط البصرة يسجل الثاني عن طريق إسماعيل أورو، وثنائية في مرمى الكهرباء. ونفط البصرة يسجل لأول مرة في هذا الموسم هدفين في مباراة واحدة. نعم، هي أفضل مباراة لفريق نفط البصرة. نفط البصرة يعني بوسط الملعب، نقلة من أمجد عطوان تصل هنا للفنان، يحاول الآن ناصر يا كاسر، ناصر هل سينصرهم؟ ناصر، جول ناصر أول أهداف اللقاء. ناصر تهيأت هذه الكرة وحاول العبور، شاهد تلاعب بالدفاعات ووضعها من تحت أقدام الحارس وسجل أول أهداف المباراة. ناصر يا ناصر، أول أهداف المباراة لنادي زاخو. عنده هدف من هذا المكان في شباك المنتخب الإيراني. هذه كرة عدت، جاء نعم، ثاني أهداف المباراة من ناصر. شاهد أمجد عطوان الخبير وناصر محمد للمرة الثانية. ناصر يا ناصر،
ناصر محمد يزور الشباك للمرة الثانية بهدف ثاني لنادي زاخو عن طريق اللاعب ناصر محمد، وللمرة الثانية لنادي أربيل ملعوب هذه الكرة بالراس الابعاد. لا زالت هناك محاولة ممكن جول. عادت لكتيبة الامبراطور، عادت ندية المباراة، ذكرتها وقلتها، هدف يحرك المياه الراكدة ويعيد الأمور لنادي أربيل، وعادت البسمة على وجوه الجماهير هنا الحاضرة بملعب زاخو. شاهد هنا الراسية وهنا الارتقاء لابعاد الموسيس، وهيليو مونتيرو أسكنها الشباك وقلص نتيجة المباراة. أصبحت الآن بهدفين مقابل هدف من البرازيلي هيليو مونتيرو، يسجل الهدف الأول لفريقه وتصبح نتيجة المباراة 2 أربيل 1. عادت الكرة هناك في ديربي مثير، وعادت هنا لأمجد. أحمد زامل يحاول العبور، أحمد زامل هل يفعلها؟ هل ينهي الأمور؟ هنا عطوان، هنا الفنان يا عطوان، يا فنان يا فنان يا أمجد يا عطوان، يا أمجد يا عطوان، يلهي الآمال باللحظات الأخيرة. أمجد عطوان بهدف ثالث بالمباراة، أسيست مر بهذه الكرة وعد هناك بعد أن وصلت من أحمد زامل. حاول بهذه الكرة أحمد زامل، شاهد أراد أن يتلاعب بالدفاعات، وهيئ الكرة لعطوان، ويا له برود أعصابك يا فنان يا عطوان. والهدف الثالث بالمباراة من اللاعب أمجد عطوان، نعم يسجل الهدف الثالث في المباراة والشخص السابع لأمجد عطوان بهذه المباراة. أصبحت الآن ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. الثالث من أمجد عطوان، يسجل الهدف، سجل في الشوط الأول بهدف آخر من خلال الشوط الثاني. هذا إيفياني حاول مرور، لكن محمد سادات في التدخل. سامهين حاول ينقل الكرة الأمام، تدخل أيضا من كايو بوليكا، عادت لأنس نوادر المغربي. هي قام لاعبي فريق الكرخ كناري والبحث عن العودة. حاول ينقل الكرة الأمام لحيدر حسين، لكن وصلت سهلة لحارس المرمى سين حسن. هذا أحمد صبري لاعب ومهاجم نادي النفط، أقرب لدفاعات الكرخ أنس النوادر، ينقل كرة الأمام أنس النوادر قريبة لدفاعات النفط. عملية القطع موجودة للوسط، تغيير جهة اليسار. هل يلحق بالكرة أحمد صبري؟ بالفعل يلحق بالكرة، لا زالت داخل أرضية الملعب. النفط يعني اعتماد بشكل كبير بالنسبة لفريق النفط على الأطراف، يفعل الأطراف بشكل جيد. ستار ياسين للوسط، أحمد صبري إلى ستار ياسين، يقع الكرة للجهات البعيدة، تدخل لمهند أبو طه اللي دائما تراجع مع المدافعين من أمام صاحب هدف النفط الوحيد رامسيس جابرييل. يونس غني جهة اليسار، حمزة عدنان. حمزة عدنان يحاول التقدم للأمام، يقع الكرة أمامية. حمزة عدنان مرت من أمام كرار، لكن سامسون دير في اللحظة الأخيرة عملية الإبعاد. سامسون دير اللاعب النيجيري واضح أمامنا في الصورة، قادما من نفط الوسط. سامسون دير فريق اللي هبط إلى دوري الدرجة الممتازة. سامسون دير نفذ الرمية الجانبية، هناك إبعاد إلى خارج الملعب لرمية جانبية أخرى لصالح نادي الكرخ. لنادي الكرخ هذا محمد سادات اللاعب الغاني، محمد سادات اللاعب الغاني. جعفر عبويس مرت على جعفر إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح النفط. كرار سالم
علي ياسين كابتن فريق النفط. علي على تنفيذ ركلة المرمى. الشوط الثاني يبدأ كما بدأ الشوط الأول، بتحفظ من كلا الفريقين. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي الكرخ. تنفذ الرمية الجانبية. إيزي للوسط لكريست ميرفيلز، من أمامه تبعد، عادت لكريست. خطأ شير له حكم المباراة لوجود ركلة حرة لصالح نادي النفط. محمد سادات يحصل على خطأ. هنا تدخل من إيفياني إيزي اللاعب النيجيري على الغاني. محمد سادات مع وجود ركلة حرة لصالح نادي النفط. ركلة حرة لصالح نادي النفط. كرة تمر إلى خارج الملعب، تصبح رمية جانبية. تنفذ الرمية الجانبية، عملية القطع موجودة والإبعاد من دفاعات الكرخ. يحاول بناء الهجوم المرتد الآن عن طريق اللاعب إيفياني إيزي. وقاع رمضان يحاول أن يمر، وقاع رمضان وخطأ لمصلحة فريق الكرخ. ركلة حرة لصالح الكرخ. ركلة حرة لصالح الكرخ. ركلة حرة يشير إلى حكم اللقاء الدولي واثق محمد. لاحظ هنا الإعادة والتدخل اللي كان محمد سادات على وقاع رمضان. ركلة حرة الكرخ يبحث عن التعادل، والنفط يبحث عن التعزيز من خلال الشوط الثاني لهذا اللقاء. تنفذ بشكل سريع هنا يونس غني، وبعيدة كرة يونس غني، بعيدة كرة يونس غني. تسديد خاطئ، و الصورة لا تحتاج إلى تعليق طبعا. هيثم شعبان أكيد هو غير راضي عن هذه اللقطة. بالنسبة ليونس غني كان التمرير أفضل داخل منطقة الجزاء لوجود 5 لاعبين مندفعين للأمام بالنسبة للاعبي الكرخ داخل منطقة جزاء النفط، لكن التسديد بهذه الطريقة. محاولة للوسط الكرخ، وقاع جهة اليسار. بدأ يتحرك فريق الكرخ على مرمى النفط، يحاول أن يعدل في هذه الأثناء. لقطة جميلة، تمريرة قريبة لمنطقة الجزاء. هل يستطيع بوريكا داخل منطقة جزاء النفط عملية الابعاد؟ وعلي ياسين، علي ياسين إلى خارج الملعب لركني. والراية في الحالة الأولى انتظر مساعد الأول علي فاضل، وبعد ذلك إشار لوجود ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلل. أعتقد حالة تسلل. أشار المساعد الأول لحكم اللقاء. كان ممكن فريق الكرخ يعدل، لكن رغم أن حالة تسلل كانت موجودة وشهدت تألق لحارس المرمى. لاحظ بالفعل حالة تسلل موجودة. ركلة حرة غير مباشرة. اهدأ يا وقاع. وقاع رمضان والاعتراض على القرار بالنسبة لحكم المباراة مع وجود ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلل لمصلحة فريق نادي النفط. وقاع يتلقى بطاقة صفراء. مثل هذه البطاقات هي تكون مجانية بالنسبة للاعبين. الاعتراض الغير مبرر طبعا، الاعتراض الغير مبرر. خلاص الهجمة انتهت، حالة تسلل أعطيت، لذلك ما ممكن تتدخل بهذه الطريقة مع حكم المباراة وتحصل على بطاقة. فريق محتاج إلى مجهودات كل لاعب موجود في المباراة. إذن ركلة حرة وخطأ لمصلحة فريق نادي الكرخ. كرخ يحقق أفضلية من خلال بداية الشوط الثاني على حساب نادي النفط، أفضلية نسبية على حساب النفط من خلال بداية الشوط الثاني.
هل يتمكن من العودة؟ النفط هل يحافظ على النتيجة أو يعزز النتيجة بهدف آخر داخل منطقة الجزاء؟ جعفر يحاول إيجاد المساحة للمرور والتمرير، يعيدها جعفر، المحاولة تستمر، وقع، يعيدها إلى حمزة عدنان، يحاول ينقل الكرة داخل منطقة جزاء النفط، يدافع بأكثر من لاعب النفط أمام محاولة الكرخ اللي يحاول بكل طريقة الوصول إلى هز الشباك، وعلي ياسين بمواجهة لاعب إيفياني، وابعاد من علي ياسين، يلعب دور المدافع، يلعب دور المدافع علي ياسين حارس المرمى للنفط، وينقذ الموقف من أمام لاعب فريق الكرخ إيفياني إيزي. إذا الركنية لصالح نادي الكرخ، هذا هو إيفياني إيزي. هدفين لإيفياني إيزي، هدف في مرمى الميناء وفي مرمى هوك. هل يستطيع أن يسجل في هذه المباراة إيفياني إيزي؟ لاعب النيجيري، ركلة ركنية، واضح أمامنا في الصورة حكم اللقاء الدولي واثق محمد. تنقل الركنية على القائم القريب داخل منطقة الجزاء، إبعاد من دفاعات النفط والتكتل الدفاعي موجود، محاولة مستمرة للكرخ لكن سهلة تصل لعلي ياسين، سهلة تصل لعلي ياسين حارس المرمى لنادي النفط. كرة طويلة من علي ياسين، عملية الإبعاد من دفاعات الكرخ، تعود للوسط، ستار ياسين أيضا يتلقى بطاقة صفراء، لاعب الوسط لفريق النفط. كرة التمرير من حيدر حسين، جهة البعيدة سامي، عملية تمرير للوسط الآن النفط. إيزي يحاول أن ينطلق للأمام لكن تغطية من أمام إيزي عن طريق اللاعب محمد سادات، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب لرمية جانبية، هذا بوليكي. عاد النعمة يبدو أنه بدأ هطول الأمطار في محافظة الكوت العزيزة، يعني قبل قليل أيضا كان هطول الأمطار على العاصمة الحبيبة بغداد، يعني أغلب محافظات العراق الآن في أجواء ممطرة. كرة النقل للوسط الآن لمصلحة فريق الكرخ، يونس غني، هي كرة إلى بوليك، عائدة إلى كايو، كارلوس كايو، أنس النوادر، حمزة للوسط إلى كريست ميرفيز، من أمامه بعد كريست إلى خارج الملعب، كان يحاول الوصول بالكرة إلى مهند أبو طه. اليوم طلعاته الهجومية غير فعالة بالنسبة للاعب مهند أبو طه اللاعب الأردني، يعني شاهدناه في المباريات الماضية دائما تجد الحل مع هذا اللاعب مهند أبو طه على جهة اليسار، يعني فاعليته كبيرة جدا. وهنا المحاولة ممكن الكرخ وعلي ياسين، عملية الإبعاد، حارس المرمى لنادي النفط، لنادي النفط أحمد صبري، رمية جانبية، حسين حسن، حمزة عدنان، كرة طويلة من حمزة عدنان، جعفر عبيس، وخطأ لمصلحة فريق نادي الكرخ. ركلة حرة مباشرة للكناري، هل يغرد في ملعب الكوت بهدف تعادل بانتصار ثالث على التوالي؟ هذا ما يبحث عنه هيثم شعبان مدرب الكرخ، هل يغرد هناك في ملعب الكوت الملعب المفترض لفريق نادي النفط؟ ركلة حرة لصالح نادي الكرخ، حمزة عدنان، حمزة عدنان، بعد من سامسون دير، عادة الوسط، ستار يحاول ينطلق للأمام، يعطي مبدأ إتاحة الفرصة حكم المباراة، 4 ضد 3، ممكن الآن فريق النفط هدف ثاني خلاص. حيدر حسين داخل منطقة الجزاء، يمرر لسامي هين، سامي يحاول يحكس كرة للجهة البعيدة، خلاص أعتقد تراجع لاعبي فريق الكرخ، والفرصة قلت خطورتها بالنسبة لفريق النفط على مرمى فريق الكرخ. إبعاد من بوليك، يونس غني، حمزة، كرة عالية، حاول إيفياني إيزي الضغط على سامسون دير، جعفر جهة اليسار، جعفر عبيس حاول يمر
وخطأ لصالح الكرخ. ركلة حرة لصالح الكرخ. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الكرخ. بهذه النتيجة وبنتيجة الزوراء والقرمة اللي لا زال التعادل قائم ما بين الفريقين بدون أهداف، النفط يصل إلى الصدارة بهذه النتيجة. النفط يصل إلى الصدارة بهذه النتيجة، وفريق الكرخ يبقى بالمركز 11. إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة. لا زال هناك وقت طويل تقريبا نصف ساعة، وصلنا إلى الدقيقة 60. مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والنفط يتقدم على نادي الكرخ بهدف لا شيء، بعيدين عن العاصمة بغداد. الفريقين هم من أندية العاصمة، لكن هم اليوم بعيدين عن العاصمة في ملعب الكوت الأولمبي. كرة النقل الأمام لمصلحة فريق النفط، عادت الوسط ميرفيلز كريست، لكن قطع لم يكن بالشكل المطلوب من كريست. عادت لدفاعات فريق النفط، أحمد خالد قادم من نوروز لنادي النفط، عملية الإبعاد، هجوم، الأخطاء في التمرير قد تكلف الكرخ هدف ثاني. المحاولة تستمر لفريق النفط قريبة لمنطقة الجزاء، هل يفعلها النفط ويسجل؟ الكرخ يدافع عن حظوظه في هذه المباراة من أجل العودة. هذا أحمد صبري، أحمد داخل منطقة الجزاء. حيدر حسين يتلاعب بدفاعات الكرخ، وحسين حسن حارس المرمى، حسين حسن حارس المرمى لفريق الكرخ، والإبعاد. لاحظ فريق النفط يحاصر مرمى فريق الكرخ، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب. نتيجة مهمة جدا بالنسبة لفريق النفط، إذا ما حقق الانتصار راح يكون في الصدارة. يعني للجولة الثانية طبعا تتأجل مباراة الشرطة اللي كان هو المتصدر قبل هذه المباراة أو قبل انطلاقة الجولة الثامنة. يعني مباراة الشرطة مؤجلة، مباراة الدهوك مؤجلة، مباراة القوة الجوية مؤجلة بسبب ارتباط هذه الأندية. طبعا الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة، والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2، وفريق دهوك في بطولة الأندية الخليجية. أتمنى التوفيق لأنديتنا ممثلين الكرة العراقية في المحافل الآسيوية والخليجية على مستوى بطولتي دوري أبطال آسيا والبطولة الخليجية. كرة النقل الأمام، النفط والصراع موجود لا زال ما بين لاعبي الكرخ والنفط من خلال هذا اللقاء، والكرخ يبحث عن التعادل. هنا خطأ، يونس غني يحصل على خطأ. ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الكرخ، عملية تمرير للجهة البعيدة. ممكن الآن فريق الكرخ داخل منطقة الجزاء، عملية تمرير ممكن يفعلها الكناري في هذه اللحظات ويدرك التعادل. لكن اليوم دفاع النفط دفاع محكم، لا يترك أي فرصة للاعبي فريق النفط التحرك لاعبي الكرخ التحرك بسهولة والوصول إلى هز الشباك. كريست، عملية تمرير الأمام، أحمد خالد، عادت لكريست لاعب الوسط، يعيدها إلى كارلوس كايو. لحد الآن لم نشهد أي تغييرات. عملية الهجوم الآن، وقع، هل يعيد الكرخ؟ بعد ذلك إبعاد من دفاعات النفط، صراع مستمر في الوسط. كارلوس كايو، رمية جانبية لصالح نادي الكرخ. أنس النوادر، كريست لأنس، حيدر غني، عملية تغيير اللعب لجهة اليسار. أنس النوادر، عادت لمصلحة فريق نادي الكرخ ليحاول بأي طريقة الوصول إلى مرمى فريق نادي النفط، على الأقل يتعادل، يصل إلى نقطة التعادل. ممكن هذا بوليكا، يعيد الخلف بوليكا، يونس غني،
هل يجد الحلول هيثم شعبان من خلال إجراء بعض التغييرات على مستوى التشكيل من أجل عودة فريقه إلى أجواء المباراة؟ وفريق النفط أيضا عادل نعمة ممكن يغير على مستوى التشكيل لتعزيز ممكن خط الدفاع أو الفاعلية الهجومية بشكل أكبر للوصول هدف ثاني والإبعاد في اللحظة الأخيرة من كايو إلى خارج الملعب لرمية جانبي. رمية جانبية رامسيس جابرييل. لاحظ تمريرة رامسيس اللي حاول يهيئها لحيدر حسين، لكن في اللحظة الأخيرة كارلوس كايو البرازيلي والإبعاد في هذه اللحظة ليمنع هدف ثاني لمصلحة فريق النفط على مرمى الكرخ. وهنا حسين حسن حارس المرمى على دفعتين، كان ممكن تكون خطرة على حسين حسن استقبال الكرة بهذه الطريقة. وهنا بطاقة صفراء أعتقد على سامي، بطاقة صفراء على من؟ شاهد اللقطة على محمد سادات، بطاقة صفراء على محمد سادات اللاعب الغاني. ركلة حرة مباشرة للكرخ. أنس حمزة عدنان، أنس النوادر، كرة أمامية لمصلحة فريق الكرخ. أحمد خالد عملية إبعاد للوسط، محمد سادات تحضير على طريق الوسط، رامسيس من أمامه تبعد. جابرييل كاميروني صاحب هدف المباراة الوحيد، كرة النقل لمصلحة فريق الكرخ وإلى ركلة مرمى لصالح النفط. مهند أبو طه، هل يفكر بالتغيير هيثم شعبان؟ هل يعيد فريقه إلى على الأقل نقطة من خلال هذه المباراة؟ هذا إيزي. على الجانب الآخر نشاهد عادل نعمة والتوجيهات، عمل بشكل كبير طبعا مع الحدود، أعاد إلى الدوري العام الماضي، هو مدرب للحدود، الآن هو مدرب لفريق النفط لأول مرة. مدرب عادل نعمة مدرب فريق نادي النفط خلال هذا الموسم، نتائج جيدة فريق النفط، 12 نقطة حققها، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة فقط مع الشرطة، كانت خسارة فريق النفط بهدفين لا شيء، بينما فريق الكرخ فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر في 3. كرة عالية للأمام، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي النفط. هذا أحمد صبري، أحمد خالد على التنفيذ للرمية الجانبية. فريق النفط محاولة تستمر، أقرب لأحمد خالد من جديد، مدافع اليسار النفط، عيد الخلف إلى جويل تشوف، دورة جويل تشوف إلى علي ياسين، كرة طويلة من علي ياسين إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح الكرخ من الجهة البعيدة، من الجهة البعيدة الكرخ. والشوط الثاني أنس النوادر، أنس إلى بوليك جهة اليمين مصلحة فريق الكرخ. بوليك يغير لعب إلى جهة اليسار، بوليك إلى حمزة عدنان، حمزة يحاول هي كرة للأمام والبحث عن ثلاثي خط الهجوم عن إيزي وجعفر عبيس ووقاع رمضان، يلعب ب3 مهاجمين فريق الكرخ، لكن النجاعة الهجومية لا زال غائبة عن لاعبي فريق الكرخ. عملية الهجوم عن طريق جهة اليسار، المحاولة تستمر، ممكن الآن يفعلها في هذه اللحظات فريق الكرخ، والإبعاد في اللحظة الأخيرة من سامسون دير، عملية الإنقاذ، المحاولة تستمر، وقاع والصراع، يونس غني وسادات عنده بطاقة صفراء، عليه أن يكون حذر محمد سادات، عليه أن يكون حذر عنده بطاقة صفراء. لاحظ الدخول بهذه الطريقة من سادات ويونس غني.
إن شاء الله بالسلامة ليونس غني. بالسلامة ليونس غني، بالسلامة لجميع اللاعبين. ما نتمنى نشاهد الإصابات. ركلة حرة، توجيهات علي ياسين، هل يفعلها؟ من أخطاء للنفط أمام 4، وهنا حمزة عدنان. كرة قوية من حمزة عدنان، هو يجيد التصويب من المسافات البعيدة. حمزة عدنان، لاحظ هنا الإعادة والتصويب المباشر عن طريق اللاعب، يسدد بيسراه. كرة قوية على مرمى فريق النفط، لكن تعتلي العارضة بقليل لمرمى فريق النفط لتصبح ركلة مرمى. يستمر التقدم، وصلنا إلى الدقيقة 70 والنفط لا زال متقدم على الكرخ بهدف لا شيء في افتتاح الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق. الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق. كرة النقل الوسط لمصلحة فريق نادي الكرخ، مر بعيدة إلى خارج الملعب. رغم أن فريق الكرخ يتأخر بالنتيجة، لكن لحد الآن المدرب هيثم شعبان المدرب المصري لفريق الكرخ لم يجري أي تغيير. أي تغيير. حسين حسن باليد من حسين حسن لحمزة عدنان. مر حمزة عدنان ينقلها لأنس النوادر، حانق الكرة أمامية أنس النوادر. كرة طويلة للأمام من أنس، عملية الإبعاد أو مصعب جمال اشترك الآن. مصعب جمال يعني كان مميز في مباراة القوة الجوية مصعب جمال، لكن غريب في الأمر أنه يشترك في هذه الدقائق مصعب جمال. أكثر من علامة استفهام لوجود مصعب جمال على دكة البدلاء. كرة النقل الأمامية لمصلحة فريق النفط، عائدة من أنس النوادر، لكن بعيدة عن حارس المرمى حسين حسن، بعيدة عن حسين حسن. ركلة ركنية لصالح نادي النفط. ركلة ركنية ستار ياسين. رامسيس جابرييل على التنفيذ الركنية لستار ياسين. ستار، قليلة هي الركنيات في هذه المباراة طبعا، 2 لفريق الكرخ و2 لفريق النفط. كرة النقل إيفيان إيزي، الكرة الوسط إلى يونس غني. يونس، الكرة إلى جهة اليسار إلى حمزة عدنان. حمزة عدنان إلى يونس غني. يونس بالمباشر إلى كريست ميرفيلز إلى بوليكي جهة اليمين لصالح نادي الكرخ. مر عن طريق الوسط، محاولة تبقى لمصلحة فريق نادي الكرخ. وقاع ينقل الكرة الأمام، وصلت لمصعب جمال. مصعب اللي اشترك قبل لحظات، المحاولة تستمر. أعتقد إيفيان إيزي هو اللي خرج. محاولة مستمرة لمصلحة فريق نادي النفط، أقرب لأحمد صبري. أحمد يحاول هجوم فريق النفط. حيدر من أمام الإبعاد، حيدر حسين. حيدر حسين من أمام الإبعاد عن طريق اللاعب حمزة عدنان. وبطاقة صفراء لأحمد صبري، بطاقة صفراء لأحمد صبري، بطاقة صفراء. بدأ حكم مباراة الدولي واثق محمد بإشارة البطاقات الصفراء من خلال الشوط الثاني بسبب الالتحامات ما بين اللاعبين. إذن بطاقة صفراء لأحمد صبري. ينفذ الخطأ، هذا إيزي. عيدها إلى بوليك، عادت للوسط لمصلحة فريق نادي الكرخ. بعاد من أمام وقاع.
وقاع تنقل أمامية، تصطاد بحمزة وتبعد إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. رمية جانبية، ربع ساعة تفصلنا على النهاية. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، لقاء النفط والكرخ في افتتاح الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لموسم 2024-2025، والنتيجة تشير إلى تقدم النفط بهدف لا شيء. هيثم شعبان يبحث عن الحلول، مدرب الكرخ يبحث عن الحلول من خلال هذا اللقاء، من خلال الربع ساعة الأخيرة. كرة النقل أمامية من دفاعات نادي الكرخ، اعتقد هو أخرج كارلوس كايو وأشرك مصعب جمال، يعني أخرج مدافع وأشرك لاعب وسط جناح عند النزعة الهجومية بشكل كبير، طبعا هو مصعب جمال، لذلك أخرج كارلوس كايو. بدأ يلعب مدرب فريق نادي الكرخ 3-4-3 بإخراج كايو وإشراك مصعب جمال. كرة النقل الأمام لمصلحة فريق الكرخ عن طريق الجانب الأيسر، محاولة تستمر، ممكن طريق مهند أبو طه، من أمامه تبعد مهند أبو طه لتصبح رمية جانبية لصالح نادي الكرخ من الجهة البعيد، من الجهة البعيد. هذا هو رامسيس جابرييل. حمزة عدنان على التنفيذ للرمية الجانبية. كناري، هل يعود ايزي ايفياني الى حمزة عدنان جهة اليسار، يحاول يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، ومرت مرت 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 على جعفر عبيس، مرت على جعفر عبيس. جعفر عبيس قصير القامة، يعني كانت صعبة وبعيدة. جعفر عبيس قصير القامة، لذلك لاحظ مرت بهذه الطريقة من أمام جعفر عبيس لاعب ومهاجم الكرخ. لو كان الطول مناسب لجعفر عبيس كان ممكن يسجل. هذا حيدر حسين مهاجم فريق النفط. عادل نعمة لا زال يحتفظ بجميع اللاعبين في التشكيلة الأساسية، لم يجري أي تغيير على مستوى تشكيل فريق النفط. هو متقدم بالنتيجة والتشكيلة مستقرة، لذلك هو لم يجري أي تغيير، لكن يحاول أن ينشط خط الهجوم. مدرب فريق نادي الكرخ أدخل مصعب جمال وأخرج كارلوس كايو، حاول ينشط الفاعلية الهجومية بالنسبة لفريق نادي الكرخ. هيثم شعبان من خلال إجراء التغيير الوحيد من خلال الشوط الثاني في هذه المباراة، يعني هذا هو التغيير الوحيد بالنسبة نفذ ركلة الحرة أمامية، ممكن عملية القطع موجودة. كرار سالم مدافع اليمين تركها إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي النفط. رمية جانبية للنفط. كرار سالم كرار عادت لحمزة عدنان. حمزة عدنان ايزي ايفياني ايزي، يجد صعوبة ايفياني ايزي. جعفر عبيس وقاع. يعني اليوم دفاع النفط غالق كل الطرق والمنافذ على فريق الكرخ للوصول إلى نتيجة التعادل. أنس النوادر، أنس، حمزة عدنان، حمزة عدنان يلعب كرة الأمام. جعفر عبيس وقريب منه سامسون دير. عملية الإبعاد دفاعات فريق النفط. هذا دا سيلفا. بوليكا يعيدها لحارس المرمى. حلوة لحسين حسن. خروج وبكل هدوء خارج منطقة الجزاء، يأخذ الكرة على الصدر وبالتالي التمرير للأمام. كرة تعود لمصلحة فريق نادي الكرخ عن طريق الوسط. هذا يونس غني. يونس يحاول يمر لي بوليكا عن طريق الجانب الأيمن. دوره ينقلها إلى مصعب جمال. مصعب جمال، هل يعيد فريق الكرخ بدخوله مصعب جمال؟ لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب نشط جدا مصعب جمال.
كان يحتاج إلى وقت أطول للمشاركة مصعب جمال. كرة عائدة للوسط لمصلحة فريق نادي الكرخ. عملية تمرير الأمام ممكن إيزي، والراية على إيزي، الراية على لاعب إيفياني إيزي. هناك تغيير، لاحظ الإعادة. أعتقد هناك تغيير، هل سيكون للكرخ أو للنفط؟ ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلل على إيفياني إيزي. إذن وقاع يغادر، وقاع يغادر، وعلي قاسم يوسف يشترك. تغيير آخر لفريق الكرخ، وتغييرين الآن سيجري المدرب عادل النعمة. تغييرين دفعة واحدة. مصعب جمال للوسط، محاولة يونس غني، هي الكرة الأمام إلى علي قاسم اللي اشترك قبل لحظات. ممكن الآن بدخول البدلاء فريق الكرخ يعدل النتيجة، والنفط خلال الحفاظ على النتيجة والتشكيلة اللي لا زال يحتفظ بها المدرب عادل النعمة. وتغييرين دفعة واحدة، تغييرين للمدرب عادل النعمة. علي ماجد يشترك، حيدر حسين أيضا يغادر. هذا علي ماجد و30 أبوتشي، ويلنتون أبوتشي يشترك الآن، وحيدر حسين هو من يغادر. إذن تغييرين لعادل النعمة. هذا ويلنتون، ويلنتون أبوتشي يشترك بالإضافة إلى علي ماجد. تغييرين لصالح نادي النفط وتغييرين للكرخ، والنتيجة لم تتغير منذ الشوط الأول. تقدم النفط بهدف. عملية الهجوم الآن مصعب جمال، هل يفعلها فريق الكرخ فيما تبقى من عمر المباراة للعودة للأجواء؟ كرة قريبة لمنطقة الجزاء، بعاد من سامسون دير. محاولة تبقى قائمة. كرة تنقل للأمام، حمزة عدنان. رمية جانبية لصالح نادي النفط، تنفذ الرمية الجانبية. اللاعب اللي اشترك قبل لحظات، اللاعب النيجيري فالنتين أودو، قادم من حرس الحدود المصري، لاعب نادي النفط فالنتين أودو اللي أشرك قبل لحظات المدرب عادل النعمة. كرة تمر إلى خارج الملعب، بالإضافة إلى علي ماجد أيضا اشترك. وهنا كريست ميرفيلز عنده هدف على الميناء. ميرفيلز، هيثم شعبان. كرة عادت الوسط الآن لمصلحة فريق النفط. كرة محصورة في المنتصف، مصعب يفتك الكرة، علي ينقل الكرة أمامية، علي قاسم لكن بعيد، وتبعد من لاعبي الوسط لفريق النفط إلى خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى. سامسون دير، سامسون دير، سين حسن، كرة عالية الأمام. عملية القطع من علي ماجد اللي اشترك قبل لحظات مع فريق النفط. أحمد صبري، ستار ياسين، هي كرة إلى جهة اليمين. فالنتين حاول يمر. أودو النيجيري داخل منطقة الجزاء، والإبعاد من لاعبي الكرخ. كرة مرت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبي، أو هذا رامسيس جابرييل. إيفياني، تغيير آخر لفريق الكرخ، جاسم محمد عقلة يشترك الآن مع فريق الكرخ. جاسم محمد، ثالث تغييرات المدرب هيثم شعبان. كرة داخل منطقة الجزاء، خروج لمهند أبو طه،
اللاعب الأردني، وجاسم محمد يشترك. هنا خطيرة على مرمى فريق الكرخ، بوليكا يبعدها من فوهة المرمى. المحاولة تستمر لفريق النفط على مرمى الكرخ. لاحظ يدافع الكرخ أمام محاولة النفط، أمام محاولة النفط مع تراجع مصعب اللي يفتك الكرة ويحصل على خطأ. ركلة حرة لصالح الكرخ، ركلة حرة لصالح الكرخ، ركلة حرة لصالح الكرخ. لاحظ هنا مصعب، مصعب كانوا يطالبون بلمسة يد داخل منطقة الجزاء لاعبي فريق النفط، لكن اعتقد لا وجود لمسة يد. حالة سليمة وقرار ممتاز حكم المباراة. رمية جانبية لصالح النفط. يونس غني، يونس غني لاعب الوسط لفريق الكرخ. كرة النقل الأمام. أحمد صبري لاعب أودو نيجيري، عيدها أودو بشكل خاطئ. فالنتين أودو قادم من الدوري المصري لفريق النفط خلال هذا الموسم. تنفذ الرمية الجانبية لصالح نادي الكرخ، عائدة من أنس النوادر لحارس المرمى حسين حسن، غير لعب لجهة يسار حسين حسن. محاولة تستمر لفريق الكرخ، يبحث عن التعديل، على الأقل يخرج بنقطة. المحاولة تستمر. يونس غني قريب لمنطقة جزاء فريق النفط، عائدة من يونس غني. حمزة عدنان ينقل كرة أمامية. إيفياني إيزي والرأسية والإبعاد إلى خارج الملعب لركني. ركنية لصالح نادي الكرخ، ركنية لصالح الكرخ. هذا علي ماجد، علي ماجد اللي اشترك. سامسون دير وإيزي. مواجهة نيجيرية بين مهاجم الكرخ لاعب إيفياني إيزي ومدافع النفط سامسون دير من نيجيريا. النسور النيجيرية موجودة مع الفريقين الكرخ والنفط. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى فريق النفط. إبعاد من علي ياسين حارس المرمى في اللحظة الأخيرة عملية الإبعاد. عائدة لحسين حسن. بوليكا للأمام من بوليكا قريبة لمنطقة الجزاء. كرار سالم مدافع يمين النفط، إبعاد إلى خارج الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية لصالح نادي الكرخ. تنفذ الرمية الجانبية. حمزة عدنان داخل منطقة الجزاء. جعفر عبويس، جعفر بعيدة عن مصعب، أقرب لدفاعات نادي النفط. علي خالد وعملية الإبعاد تصل لأحمد صبري جهة يسار النفط. علي خالد تشتيت إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية للكرخ. مصعب يمررها بشكل خاطئ. مصعب جمال عادت من جديد لمصعب، أقرب لأنس النوادر. أنس تبعد من أمامه إلى خارج الملعب لرمية جانبية. بوليك مصعب جمال، مصعب يونس غني. يونس تنقل داخل منطقة الجزاء، لكن وصلت سهلة لحارس المرمى لنادي النفط حارس علي ياسين. علي ياسين حارس النفط لعبها بدور الأمام. علي ياسين كرار سالم، كرة عالية الأمام. الوقت بدأ يدرك فريق الكرخ، يقرب النفط إلى 3 نقاط ثمينة، الوصول إلى الصدارة، إلى الصدارة. يتصدر جدول الترتيب منفردا إذا ما انتهت نتيجة مباراة الزوراء والقرمة بنفس النتيجة، هي التعادل بدون أهداف. الكرخ يصل أو النفط يصل إلى الصدارة، يصل إلى الصدارة وينفرد بالصدارة إذا ما أنهى المباراة بهذه النتيجة. هنا خطأ لصالح نادي النفط. ركلة حرة لصالح النفط. عادل نعمة
وعادل لا يريد التعادل، يريد أن تنتهي المباراة على هذه النتيجة. مدرب فريق النفط محاولة الهجوم، ستار على المرمى إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي الكرخ. ركلة مرمى لنادي الكرخ. في حال خسارة الكرخ يبقى بنفس المركز 11. لكن هناك فرق ممكن في هذه الجولة انه تأخذ المركز 11 من فريق الكرخ. تحدث عن نادي القاسم، عن نادي النجف، عن كربلاء، الفرق اللي لم تلعب لغاية الآن. كرة لستار ياسين، عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق نادي الكرخ عن طريق الوسط. عادة النفط. كم سيضيف حكم اللقاء للشوط الثاني والمباراة؟ دولي واثق محمد، هذا سامهين، هيئ كرة الأمام سامهين إلى فالنتين. عادت لوسط فريق نادي النفط. كرار سالم مدافع اليمين قريبة لمنطقة جزاء الكرخ، خطيرة على مرمى الكرخ، لكن حسين حسن حارس مرمى فريق الكرخ ومنتخبنا للوطن. كرة عالية للأمام، إيفياني إيزي، علي قاسم يمرها بشكل خاطئ. عادت لستار ياسين لاعب الوسط لفريق النفط. 4 دقائق، سنلعب حتى دقيقة 94. هل يتمكن الكرخ من العودة خلال ال4 دقائق اللي أضافها حكم المباراة اللي مرت منها دقيقة، أم سيحافظ النفط على هذا التقدم وعلى هذه النتيجة وعلى النقاط الثلاث الثمينة، وتستمر عقدة فريق الكرخ من خلال المواسم العشرة الأخيرة أمام النفط دون تحقيق أي انتصار، دون تحقيق أي انتصار من خلال المواسم العشر الأخيرة، وتستمر العقدة الكرخية أمام النفط إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة. كرة تعود لمصلحة فريق نادي الكرخ، عملية تمرير الأمام، إيفيان إيزي من أمامه تبعد، عادت للوسط، يونس هي كرة الأمام، ممكن الآن فريق الكرخ يحاول أن يهاجم بقوة. جاسم محمد داخل منطقة الجزاء، إيفياني ضاعت على الكناري، ضاعت على الكناري فرصة التعديل. إيفياني إيزي، إيفياني إيزي، لاحظ الإعادة، جاسم محمد اللي هياها بهذه الطريقة، سدد بيساره لكن اصطدت أعتقد بسامسون دير. لولا سامسون دير وغيرت مسارها عن المرمى لكان هناك هدف تعادل لفريق الكرخ. ضاعت على الكناري فرصة التعادل. كرة النقل داخل منطقة الجزاء، الكرخ يحاول أن يعدل والنفط يحاول أن يستمر بهذا التقدم وبهذه النتيجة والوصول إلى الصدارة. كرة النقل الأمام، لاحظ الهجوم المرتد، لاحظ الهجوم المرتد، 2 ضد 1 ممكن يستغلها فالنتين أودو اللاعب النيجيري. فالنتين أودو ينتظر المساندة. فرصة التعديل ضاعت على الكرخ، فرصة لا يمكن أن تأتي مرتين في هذا الوقت، بالتالي ضاعت على إيفياني إيزي. تدخل من سامسون دير والعارضة أيضا، وبالتالي تضيع على فريق الكرخ فرصة تعديل النتيجة. كرة عالية الأمام، عملية الإبعاد من سامسون دير إلى خارج الملعب لرمية جانبي. هذا هو سامسون دير، هذا هو سامسون دير اللاعب النيجيري، يعني فترة طويلة قضاها في دورينا، تقريبا 4 إلى 5 مواسم سامسون دير، وهو موجود في الدوري العراقي. كرة النقل الوسط، أقرب لأحمد صبري لكن يضيع أحمد صبري. إيفياني إيزي ممكن اللحظات الأخيرة، لكن علي ياسين، خروج لحارس المرمى علي ياسين، والتقاط الكرة من أمام اللاعب إيفياني اللي أضاع فرصة فريق الكرخ من أجل التعادل. كرة النقل الأمام، بوليكي، عملية الإنقاذ، مصعب جمال، مصعب جمال يحاول أن يمر مصعب جمال إلى بوليكي، هي كرة الأمام، بوليكي داخل منطقة الجزاء لكن سهلة تصل لعلي ياسين حارس المرمى لنادي النفط في هذه اللحظات. في هذه اللحظات خلاص النفط إلى النقاط الثلاث. وإذا في هذه الأثناء مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم المباراة الدولي واثق محمد يطلق الصافرة
للنهاية الكاملة للقاء نادي النفط والكرخ، لينتهي هذا اللقاء بفوز فريق النفط بهدف مقابل لا شيء. ولاحظ هذا هو الهدف اللي يسجل عن طريق اللاعب رامسيس جابرييل، وبالتالي رامسيس جابرييل يخطف نقاط 3 ثمينة لفريق النفط تصل به إلى صدارة الدوري العراقي برصيد 15 نقطة، متفوقا على الشرطة وعلى القرمة وعلى الزوراء اللي مباراتهم لحد الآن لم تنتهي، ونتيجة التعادل قائمة ما بين الفريقين هناك. لذلك فريق النفط الآن في الصدارة، وفريق الكرخ يبقى في نفس المركز 11 وبرصيد 10 نقاط. نقول مبروك لفريق النفط هذا الفوز والثلاث نقاط، نقول هارد لك لفريق الكرخ الخسارة والتعويض إن شاء الله في قادم المباريات. أحبتي نلقاكم في موعد جديد مباراة قادمة، تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.